بيحاولوا يخلفوا بقالهم فترة الحقيقة طويلة جدا. التحاليل كلها مظبوطة الحمد لله بالنسبة للتحليل بتاعت الزوج والتحليل للزوجة، ومفيش سبب واضح بالنسبة ليهم لعملية عدم الإنجاب. بس مفيش حد فكر في مشكلة ربما تكون صغيرة جدا، عضو صغير جدا عمره ما حد بيفكر فيه، اللي هو البروستاتا. معقولة حتة الغدة الصغيرة دي اللي هي قد حباية عين الجمل، اللي هي وزنها من 15 ل 25 جرام، يكون ليها دور في عملية الخصوبة وعملية الإنجاب؟ أيوة، معقول جدا. ومع بعضينا هنعرف الأسباب دلوقتي ودور البروستاتا في عملية الخصوبة والإنجاب. زي ما احنا عارفين يا جماعة ان السائل المنوي بينزل من 3 مصادر. اول حاجة بالنسبة للخصيتين اللي هي بتكون طبعا الحيوانات المنوية. تاني حاجة الحيصلات المنوية، ودي بتضيف حوالي من 60 ل 70% من حجم السائل المنوي. تالت حاجة بتكون غدة البروستاتا، ودي بتضيف من 20 ل 30% من حجم السائل المنوي. البروستاتا السائل بتاعها اللي هي بتفرزه بيحتوي على مواد قلوية، دي نمرة 1. والمواد القلوية دي في غاية الأهمية. ليه؟ لأن هي بتعادل الحموضة اللي موجودة في المهبل، وبتحتوي أيضا على إنزيمات مهمة، وبتحتوي على مواد مضادة للبكتيريا اللي ربما تكون موجودة في المهبل زي الزنك وزي الستريت. ودي طبعا مواد بتحافظ على نشاط وكفاءة الحيوانات المنوية. طيب ازاي بقى البروستاتا بتقلل الخصوبة او دورها في الخصوبة؟ اول حاجة لو كان عندي التهاب حاد في البروستاتا. التهاب حاد في البروستاتا ده بيؤثر يا جماعة على نمرة 1 جودة السائل المنوي، بيأثر على حركة السائل المنوي، بيعمل ألم عند القصف طبعا الالتهاب، وبيعمل كمان نقص في كمية السائل المنوي. ده بالنسبة للالتهاب الحاد اللي هو موجود في البروستاتا. طيب البروستاتا متضخمة مثلا ولا حاجة، فممكن يحصل انسداد جزئي بيمنع خروج السائل المنوي بشكل طبيعي. ما بيخرجش السائل المنوي بشكل طبيعي لو في تضخم في البروستاتا، وهنشوف الكلام ده كله. ده بالنسبة للالتهاب الحاد. طيب لو الالتهاب مزمن في البروستاتا، بيحصل تغير في البيئة بتاعة السائل المنوي نفسه. يعني ايه تغير في بيئة السائل المنوي نفسه؟ طبيعي يا جماعة ان السائل المنوي ده بيكون قلوي شوية عشان يحمي الحيوانات المنوية من الوسط الحمضي اللي موجود في المهبل. طيب لو حصل التهاب فيه ممكن يخليه حمضي اكتر او قلوي زيادة. فاي تأثر بالسلب في الحيوانات المنوية ممكن ان هي تموت اسرع. كمان البروستاتا زي ما احنا عارفين بتضيف عناصر زي الزنك وزي الستريت، ودي بتغذي وبتحافظ على نشاط الحيوانات المنوية. الالتهاب كمان المزمن بيقلل من الكمية والجودة بتاعة الحيوانات المنوية، فالحيوانات المنوية في الحالة دي بتكون أضعف. تمام. طيب الالتهاب بيكون فيه زي ما احنا عارفين كلمة التهاب يعني صديد، فده بيخلي الحيوانات المنوية أبطأ وأضعف، أو مش قادرة إن هي تخترق والحركة بتاعتها بتقل. كمان البروستاتا بتكون مسؤولة عن سيولة السائل المنوي. يعني لو السائل المنوي ده كان اللزوجة بتاعته أكتر شوية، فبالتالي الحيوانات المنوية مش هتعرف تتحرك بسهولة. اللزوجة زادت، فالحيوانات المنوية اللي داخل السائل المنوي مش هتتحرك بسهولة، وبالتالي ممكن ما توصلش يكون عندها العزيمة ان هي توصل للبويضة وتلقحها. عرفنا ليه بقى اي خلل في البروستاتا بيأثر في المكونات وخصائص السائل المنوي، وبالتالي بيعمل ضعف في الخصوبة.
طب في اعراض معينه يا دكتور ان انا مثلا لو جات لي ان انا ابدا ابادر فورا بالعرض على دكتور مسالك بوليه او دكتور ذكوره؟ طبعا في. اول حاجه لو حسينا بالم او حرقان في التبول او القصف حتى. لو حسينا بالم اسفل الظهر او بين الفخذين. لو حسينا في خروج البول يعني بيتبقى فيه شويه، يعني ما بيفضيش المثانه كلها كويس، او بيكون في ضعف في خروج تيار البول. ممكن يكون فرع واحد وممكن يكون فرعين او اكتر. احيانا بيكون في دم في السائل المنوي، احيانا بيكون في دم في السائل المنوي. هل كل الاعراض دي لازم تكون موجوده عشان ابدا ابادر ان انا اعرض نفسي على دكتور مسالك بوليه او دكتور ذكوره؟ لا، ممكن عرض او عرضين من الاعراض اللي احنا قلناها دي دلوقتي تبادر فورا بالعرض على دكتور مسالك بوليه. بس النصيحه مني ليك، لازم نشرب ميه كتير جدا بقدر المستطاع. بقلل الكافيين، يعني زي القهوه وزي النسكافيه وزي المياه الغازيه اللي هي السمراء وكل الوان المياه الغازيه الحقيقه. بقلل برضو من التوابل الحاره بالتحديد. يعني المشي يا جماعه في غايه الاهميه. امشي كل يوم ربع ساعه تلت ساعه على الاقل يوميا. ما امسكش التبول بتاعي، انا عايز اتبول بروح على طول على الحمام اتبول، ما امسكش التبول بتاعي. في ناس ظروف شغلها ان هي بتقعد فترات طويله، فبرضه القعاد في فتره طويله دي كل مثلا نص ساعه بالكتير قوي حاول تقوم تمشي شويه ولو دقيقتين ثلاثه وترجع تقعد تاني، ما فيهاش اي حاجه خالص. ده كان موضوعنا النهارده بالنسبه للبروستاتا وعلاقتها بالخصوبه. موضوع جاي برضه في غايه الاهميه، لان في بعض الناس بتقول ان في اعلانات كتير تجاريه الحقيقه يقول لك الاكل ده بيغذي البروستاتا، الاكل ده مفيد، الاعشاب دي، الحاجات دي كلها. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو الجاي. اي مشكله عندك اكتبها لي في التعليق، وان شاء الله باذن الله نوصل للحل بتاعها على طول. كان معكم دكتور محمد اليماني، قناه طبيب الاسره. ما تنساش اللايك والتعليق اسفل الفيديو ومشاركه الفيديو مع كل المهتمين.